عايز شقة في العاشر من رمضان بس مش عارف تبدأ منين؟ خليك معايا 60 ثانية وهقول لك كل حاجة. قريب جدا وزارة الإسكان هتطرح شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة، والطرح ده هيستهدف محدودي الدخل ومتوسط الدخل، ومدينة العاشر من رمضان من أهم المدن اللي بيكون عليها إقبال كبير. أول حاجة الشروط: لازم تكون مصري الجنسية، سنك من 21 ل 50 سنة، ما يكونش عندك شقة أو أرض مدعومة قبل كده، ما تكونش استفدت من أي مبادرة تمويل عقاري قبل كده، وكمان دخلك لازم يكون ضمن الحدود اللي بتتحدد رسمي وقت الإعلان. طب الشقق نظامها ايه؟ شقق كاملة التشطيب جاهزة للسكن بمساحات بتتراوح من 75 ل 90 متر. التقسيط بيكون على فترات طويلة وممكن توصل ل 20 سنة بفوائد مدعومة. نيجي لأهم سؤال: المقدم كام؟ في الطروحات الأخيرة كان مقدم جدية الحجز بيبدأ من حوالي 15 ل 25 ألف لمحدود الدخل، وبيوصل لحوالي 50 ألف لمتوسط الدخل، ده حسب الإعلان طبعا. وفي مصاريف إدارية بتكون تقريبا من 350 ل 500 جنيه، ده برضو حسب الإعلان. بعد القبول بتكمل مقدم الشقة لحد حوالي 10% من سعر الوحدة، والباقي بيتقسط على سنين طويلة بنظام التمويل العقاري. طب نحجز ازاي؟ كل حاجة بقت اونلاين، تدخل على موقع صندوق الاسكان الاجتماعي، تعمل حساب، تملى بياناتك، ترفع الاوراق، وبعد كده تسدد مقدم جدية الحجز. طب الاوراق المطلوبة ايه؟ بطاقة رقم قومي سارية، شهادة دخل، ايصال مرافق حديث، قسيمة الجواز لو متجوز، وشهادات ميلاد الاطفال لو فيه. نصيحة مهمة جدا: جهز ورقك من دلوقتي لأن التقديم بيقفل بسرعة والإقبال بيكون كبير جدا، خصوصا في مدينة العاشر من رمضان. وما تنساش إن الأرقام دي حسب آخر طرح، وقد تختلف في الإعلان الجديد، فتابعنا علشان أول ما التقديم يفتح ننزل لك كل التفاصيل أول بأول.